واحد كاتب ان الجنسيه دي عباره عن ورقه بس كده، هو ده اللي مم. يقصده. يعني انت مش مستفاد حاجه، ده هو اللي عايزه يقوله يعني. هو احنا مستنيين ان انا اول ما امسك الجواز السفر ولا انت تمسك جواز السفر الالماني؟ ايه الاحساس اللي هيتغير في جيناتي؟ حضرتك في ناس مم. مقتنعه ان هو دلوقتي انا الماني، ماشي، فهو اه، معاه جنسيه، بس هي الجنسيه بتدخله كذا دوله. يعني اللي كاتب الكومنت ده تحت، معلش النقطه دي بالذات بقى، ده لو انا رحاله برضه يا عماد بيه. يعني لو انا في الراجل ناس يعني بتحب بتاع تتفسح، في ناس بتحب تتفسح كتير يعني. كام مره في السنه هتسافرهم يعني عشان تقول انا الماني وتستخدم جواز سفرك من غير تاشيره؟ طب ايه سفريه في السنه، يعني؟ ممكن اسال حضرتك سفريتين. سؤال بس، ايه مزايا الجنسيه الالمانيه عموما لو انا خدت الجنسيه دلوقتي؟ والله يا فندم، انا بالنسبه لي لو هبص للجنسيه الالمانيه يمكن عشان ولادي. بالنسبه ليا انا بس علشان انا لما اخلص ويقولوا لي اطلع لاجنترو فور اربايت ما يقولوليش يلا دور على شغل تاني، لا انا قاعد عندكم شويه، انا مطول شويه. فاهم؟ تمام. وتديك فرصه ان انت بعد ما تطلع مثلا طبعا الاقامه الدائمه بتعملها، ولكن مع تقلبات الحكومات ما تعرفش، ممكن الاقامه الدائمه يطلع عليها قانون معين بشكل ما يحرمك من ان انت تقعد في البلد مده، يعني مده طويله او مده للابد. انا واحد دلوقتي قاعد في المانيا، فاقول لك انا هروح يا عم عشان اخد جنسيه، كلمه بتتقال حاليا يقول لك انا هبقى الماني. انا هستفاد ايه لما اخد الجنسيه؟ ده سؤال عموما يعني. جميل، انا اقول لك اعتبره تاخد إيه منك لما تاخد شخصيا. الجنسيه. اول حاجه ان انت لما تقدر تسافر اي مكان، سواء حتى لو فكرت تيجي الخليج في يوم من الايام، ان انت طبعا مرتبك ما بيبقاش زي ان انت معاك جواز المصري. مرتبك بيبقى معدي جدا جدا جدا، حتى لو انت كنت مصري بس معاك الجنسيه طيب التانيه، سواء تعالى وات تعالى ايفر. اديك البلد افتراض الصغير. نبيل عشان جميل. اسهل الامور. مم. مم. نبيل من مصر معاه نفس المؤهلات، وعماد من مم. المانيا معاه الجنسيه الالمانيه مع نفس المؤهلات. حلو. لو نبيل بياخد 7000 يورو مثلا، عندك درهم تقريبا صح ولا عندك ايه؟ مم. عدد الدرهم اهو. اه، هيكون عماد بياخد كام لو الاثنين نفس المؤهل؟ ممكن ياخد 20، ممكن ياخد 22، 25 راجل في كمان. الضعف. مش هو ما انا بيعاملك قلت كأنك لسيادتك مش في بيعاملك الاول يا كأنك باشا. مصري، هو بيعاملك كأنك طيب ما انت. احنا، ده انت سؤال جاي مهم. بالاضافه. دي ميزه، الميزه التانيه ان انت جايب واحد بيتكلم عربي بيتكلم انجليزي، تمام، ولو معاك لغه ثالثه بتتكلم الماني. فهو بيفكر يديك ميزه. ثالث حاجه بيديك على شهادات الخبره اللي معاك، لو مكان محترم مثلا يقول لك انت معاك شهاده خبره مثلا 10 سنين، مش هيديك مثلا زي اللي لسه جاي من مصر معاه سنه او سنتين لسه خريج حديث. فبيديك. فتلاقي مرتبك بسم الله ما شاء الله، انت معدي بجنسيه، معدي بخبره، معدي بلغه، معدي بشهادات، معدي بحاجات كتير. فاهم قصدي؟ فهي دي النقطه زي ما انت قلت في الاول. ده غير ان انت لو الفكر، خلي بالك، ده غير الفكر، حط دي معاها، حط معاها خط تاني، يعني غير الفكر بتاعك طبعا عموما طبعا انت معاك خبره في بيختلف. مصر ومعاك خبره في دول اوروبا، انت معاك خبره خبرتين، مش معاك خبره واحده. اشتغلت في مستشفيات تانية. زي مثلا لما تكون هنا مثلا شغال في مستشفى وتروح تقدم في مستشفى تانية. انت طبعا الاوفر بتاعك لو مش جالك مثلا اعلى وكده، بيقول لك ابعت لي البي سليب بتاعتك او الاوفر ليتر بتاعك ان هو اخر مرتب انت بتقبضه. مش هيديك نفس المرتب، حتى لو هو بيدي الناس المرتب اقل منك اكيد مش هيديك. فاهم قصدي؟ هو هيديك اعلى، هو هيقول لك هو هيسيب المكان ويجي لي ليه. هي دي نفس في المانيا. دلوقتي انت في المانيا يقول لك مثلا، تقول له مثلا باخد اديك مثلا 10000 درهم. تقول له 10000 درهم، بس كان انا باخد هنا اكتر من 10000 درهم بمعادله. يقول لك لا خلاص انا هديك، انا عايزك. الاضافه الثانيه ان هو بيجيبك دايركت مع المكان. يعني مثلا المكان اللي انا فيه طبعا مستشفى اجنبيه، ما بتحب تجيب ناس من ويسترن، بتجيبهم عن دايركت على المستشفى. فاهم يعني؟ بيكلم شركه والشركه بتاخد الكوميشن بتاعها من المستشفى، ما بتاخدوش من التمريض. تمام. بيبقى انا مثلا معايا ناس عرب مثلا معاهم الجنسيه، ده بياخد 15 وده بياخد 25000. هتيجي اه تقول فرق لي كبير، انت بتتكلم فرق يعتبر كانه في الضعف. مبلغ، لا لا، بتتكلم في الضعف وممكن اكتر من الضعف كمان.